السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأيام ديت أيام اللفت بقى ايه في الشتاء، فنحب نخلله بيبقى جميل جنب الأكل وكده بدل ما نشتري ترش من بره. والله آخر مرة جبنا ترش كيس ب10 جنيه، يا دوب عمل سلطانية ب10 جنيه. أنا بال10 جنيه دي رحت جبت اللفت 4 كيلو لفت، وهعمل بطرمان مخلل بدل ما نشتري بقى من بره وكان طعمه استغفر الله العظيم. فاحنا ايه، نعمل اللفت بطريقه سهله وسريعه جدا، مش محتاجه وجع دماغ يعني. هنجيب اللفت وننضفه ونشيل الطينه والحاجات اللي فيه اللي احنا مش محتاجينها دي كلها، ونمسكه نقطعه. عندك قطعه زي دي كده قطعي بيها، عندك سكينه عاديه قطعي بيها، يعني اللي موجود ماشي حالك. لو اتقطع بالسكينة العادية مش مشكلة عادي. وقطعناه كده وغسلناه كده، لسه هنغسله. هنحط بقى كده في طبق ونغسله. دي بنجراية نضفتها برضو من الحاجات اللي فيها اللي مش هستعملها. تعالي نغسل اللفت. شوف ب10 جنيه والله جبت الكيس، يعني ما فيهوش. ب10 جنيه كام لفتاية وكام جزراية وقرن فلفل ومية، كله مية. حتى اما باتت تاني يوم الصبح لقيتها عملت ريم كده، رميته. ادي اللي غسلناه خليناه زي الفل ازاي، جميل ولا شايخ ولا حاجة. الايام دي ايامه. وجبت البنجراية وقطعتها، قطعيها بقى 4 حتت كده حسب ما انت عايزة تقطعيها. المهم نقطعها ونحط لها حبة مية ونديها غلوتين، مش نحطها كده نية مع اللفت، لا. حطيتها قبل كده لقيتها اغماء وبقى مش حلو، فانا على طول بعمله كده. انا يعني دي طريقتي، بعمله معاه مع اللفت، بديها غلوتين فبتحمر لي المية وبروح حطها بعد ما تبرد عليه. بص بقى البنجرية عاملة اللون بتاعها جميل اوي. قطعتها كذا شريحة كده. حطيت له المية، تديها غلوتين هي تلاقيها نزلت كل اللون بتاعها. المية دي اللي هنحط فيها الملح وهنحطها على اللفت. طبعا انت بدل ما تغلي مية وتركنيها تبرد، لا، هنحط فيها البنجر ونغليها ونروح حاطين فيها الملح بعد ما تبرد كده. غليت اهي. طبعا حاطه كميه ميه يا دوب ايه على قد اللفت، وهيبرد. حط الملح. لكل لتر ميه 5 معالق ملح. كل لتر ميه 5 معالق ملح. واقلب وادوق، اللي لقيته عايز ملح تاني احط. وحطيت معلقتين سكر. السكر ده عشان يخليه مقرمش، ما يبقاش دبلان وطري كده، وتعتبر مادة حافظة برضو في نفس الوقت. ونقلبه كده لحد ما السكر والملح يدوب، وبعدين نعبي بقى. طبعا لما المية تبرد خالص، مش نحطها سخنة.
حسب بقى ما ياخد، واحد برطمان، واحد برطمانين، حسب الكمية. يعني ما كلفناش حاجة، 10 جنيه لفت، وبنجراية ب5 جنيه، ادي 15 جنيه. وعملت برطمانين لفت نضيف مخلل، وعارفة انت عاملاه ازاي نضيف، ولا هيبوظ منك ولا. والله حطيت الترش في التلاجة، مش هقولك بره، ما قعدش. تاني يوم لقيته عامل ريم ابيض كده، رحت رمياه دلقاه. و10 جنيه والله، حبة لفت قد كده وجزرتين وكلام فاضي. على ايه؟ كل ما تكلمي حد يقولك الحاجة غالية، الحاجة غالية. ايه حكاية الحاجة غالية دي؟ احنا نعمل الحاجة اهي ورخيصة الحمد لله. ما مغليين لنا كل حاجة، كل ما تكلمي حد يقولك الحاجة غالية. حتى في الترش وفي المخلل والحاجات دي نفس الحكاية، الموال اللي هم ماسكينه لنا. كيلو اللفت ب2 جنيه ونص، ايه اللي غلاه بقى؟ اهو جميل. وتعملي المخلل ولا نشتري ولا يتعملوا علينا، ويقولك الحاجة غليت، الحاجة غليت. تقولي له دول حبة الترش ب10 جنيه، يقولك اه الحاجة غليت. اهو بعد ما المية بردت نعبيه بقى، نحط عليه اهو. وعبيناه، ونحط له بقى المية بعد ما بردت خالص. اهو نحطها وهي سخنة. شايفة لونها عامل زي الشربات والله، تديله لون بامبا جميل. وفي نفس الوقت بيبقى يعني مش طري، لا بيبقى مقرمش وجميل. لازم تملي البطرمان على الاخر، لازم يغطي اللفت. تحطي برضو البنجر معاها في نفس مع المية. بصي اللون يتاكل قبل ما يستوي. يعني 3 ايام، والله 3 ايام بالظبط وتاكلي منه. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ والله شكله تحفة. 3 ايام بالظبط وتفتحي عليه تاكلي منه.